أخواتي إخواني، السلام عليكم. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامجكم مواقف. هذه الحلقة تأتي كرد على كل من يحاولون الإساءة للدين الإسلامي وللرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. قلت يحاولون لأنهم لم ولن ينالوا من صورة النبي الذي يحبه 1.5 مليار مسلم، وأحبه الملايير قبلهم وسيحبه الملايير بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنا لست بعالم ولا مفتي، لكنني سأسرد عليكم قصيدتي هذه. إلى شر على ما يبدو أقول: أردتم إهانة الرسول، هذا ما كنتم ضانين، لكنكم مجرد واهمين. فكيف لحبه أن يتزعزع وفي قلب كل مسلم قد تربى؟ فمهما خربشتم من رسومات وابتكرتم من إساءات، لن تنالوا من محمد النبي، فأتباعه من العجم والعرب. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. جاء من أشرف البشر وعلى الظلم قد انتصر، جميل المحيا سيد الثقلين، رحمة هو للعالمين، عفو صبر وشجاعة، حكمة علم وبراعة. أنى لكم به المساس وهو دوما سيد الناس، فامسحوا مدادكم الوسخ واقرأوا ما كتب وأرخ. وعن الإعلام الفرنسي العمومي منه الرئيسي، قناتكم هاته الثانية أبدت تهكمها علانية، فنزلت لمستوى الحضيض ولمست رائحة البيض. فكم من نفايات في الإعلام، وكل غبي صار له كلام. تتطاولون على خير الآنام، المصطفى عليه أفضل السلام، وهو من جاء بقيم السلام حين كنتم في الجهل والظلام. فيا مدعوا الحرية والحق المزعوم، دعوا نبينا فإنه من كل مسلم مدعوم. وأنهي كلامي بحثكم أيها الكرام بالدفاع بطرق سلمية حضارية عن المصطفى العدنان عليه السلام. فيا منتج الفيديوهات على اليوتيوب، أدعوكم لإنتاج برامج بكل لغات العالم تعرف الناس بأخلاق نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وليجتهد كل قدر استطاعته، والسلام ختام.